إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الإخوة الأخوات؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع هاد الحرارة؟ تنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم بإذن الله غادي نتكلموا على واحد الجريمة، غير جريمة اللي كانت دارت ضجة في المغرب، وخصوصا في مدينة الدار البيضاء، اللي خرجوا فيها وقفات احتجاجية سواء على القضيه، كذلك على الحكم اللي ما بغاوش يتقبلوه، خصوصا العائله ديال هاد الضحيه هذا. ولكن باش ما نحرقوش الاحداث، نبداو نعطيوكم السرد نتاع القضيه بالاول حتى الاخر، ونبداو على بركه الله. عائله مغربيه كازاويه قوحه، كتكون من الاب والام، وعندهم واحد 3 نتاع الابناء. هنا اللي كيهمنا فاطمه الزهراء، البنت الكبيره اللي تربات في واحد العائله محافظه، عندهم ماديا متوسطين، عندهم الدويره ديالهم، عندهم واحد الحانوت لتحت كيديروا فيه تبقات، يعني ما خاصهم شيء وما زايدش عليهم. وخصوصا في مدينه كازا، ملي غيكون عندك الدار ديالك راه عندك كل شيء، وخصوصا ان عندهم الدار فيها 2 زيتاج، يعني الطابق الارضي وبروميير ايطاج، غاديين بما يرضي الله. فاطمه الزهراء قرات ولكن ما كملاتش القرايه ديالها، بقات جالسه في الدار. 2010 غادي تتعرف على واحد الانسان اللي سميتو سعيد، انسان طيب، حتى هو محافظ داخل سوق راسو، ما عنده حتى شي بليه. تعرفوا بعضياتهم، قال لها انا باغي ندخل من باب الدار، غادي نجي عند مع العائله ديالي، غادي نتقدم ونخطبك من عند عائلتك. قالت لها باها مرحبا والف مرحبا. بالفعل جاب العائله ديالو، خطبها، وافقوا بعضياتهم، داروا عقد القران، من بعد ذلك العرس. ولكن نظرا لضعف المادي اللي كان كيعيشو سعيد، لان كانت عنده واحد الخدمه اللي ما غيمكنلوش يسير بها المصروف والكرا، قالت له فاطمه الزهراء راني هضرت مع ولاديا غادي يعطيونا الفيقي وراهم كيرحبوا بك. جاتو زوينه، قال الحمد لله، الناس طيبين والناس بغاو يعاونوني. بالفعل سكن معاهم، بقاو غاديين مزيان. سيد تيخدم خدمته، تيجي لدارو، تيلقى مراته موجده له ممكله، المسائل ديالو كلها مصبنه، كذلك الاب ديالها والام ديالها ناس كيحترموه. بقاو غاديين حتى 2012 تيتزاد عندهم اول مولود، وعطاوه اسم عمران. هذا المولود هذا ولا داير في الدار كانه كلشي تيبغيه. وراه كنت قلت لكم، خصوصا ملي تيكون كلشي كبير وكيتزاد عندك شي وليد ولا شي بنيه صغيره، وكترجع الحيويه في ديك الدار، يعني كترجع لها الحياه. تيكون كلشي يلاه صافي كلا، وكاينه شي هضره المعقول، ما كاينش كل واحد تيمشي لبيتو. لا، البنت هنا ولات كتجمعهم، الوليد هنا ولا كيجمعهم وتيضحكوا، الكريماس ديالو وكذا، وقولها وضحك عليها، اللي بغى شي حاجه تيشريها له. يعني داك الولد هو عينيهم، قيسهم في عينهم وما تقيسهم شي في الحفيد. خصوصا الام والاب نتاع فاطمه الزهراء، هما اللي تيربيوه، رغم ان الاب والام كاينين، ولكن هما اللي محتضنينه، الى درجه انه تيبات معاهم في الليل، تينعس معاهم. بقات غاديه الامور هكذا مسيرين مزيانين بخير وعلى خير. 2014 تيتزاد عندهم مولود ثاني وسماوه لقمان. فرحات العائله، نشطات، هي ولات الدار فيها الكتاكيت، ولا الانسان تيفرح تيدخل تيجي لباب الدار تيتلاقى بابا ولا با ولا با جدي، ولا مهم ولات الحياه تدف في ديك الدار. ولكن ماديا ولا سعيد تيتقصح، لان سعيد كما قلت لكم ظروفه الماديه شويه قاصحه، والراتب الشهري ما غيمكنلوش يستوفي جميع حاجيات تاع الوليدات وتاع المدام، وخصوصا ها بومبيرز
والولاد الصغار كيدغيها كيمرضوا، خاص هادي خاص هادي خاص هادي، ويد وحده ما كتصدق. فهنا فاطمه الزهراء طاحت لها واحد الفكره انها مادام ساكنه مع والديها تقلب على شي خدمه تخدم وتعاون راجلها، ولكن قبل ما دير هذه الخطوه لازم تستشر مع الزوج ديالها سعيد. جا سعيد من الخدمه في العشيه، حطات له البوتي ديالو كلها، هبط الوليدات تيضحك معاهم، قالت له اسعيد دابا انت كتشوف حاله كي دايره، حنا غاديين مزيرين، وليدات تيكبروا، ها هو عمران خصو يدخل للروض، عنده عامين ما بقى له والو، خصو يدخل للروض، القضيه عندك شويه متوتره، علاش ما نعاونكش؟ كاينه امي وكاين با، هما اللي غادي يقبلوا الدراري، انا منين نخدم عاوتاني نولي بحالاتي، داكشي اللي خاصهم نديرو لهم. يلا على بركه الله. وافق بالفعل، قلبت على خديمه، لقات خدمه زوينه، 5 العشيه كتكون في دارها، 4 ل5 الا تعطلات بدات خدامه، ولات الامور الماديه عندهم مزيانه مخيره. اذا كاع داك النقص اللي كان كيحس به سعيد ولا غادي مزيان، بقات غاديه الامور ديالو. ادخل السي عمران، اول واحد غادي يدخل للروض، تيديوه في الصباح بالطوموبيله نتاع الروض، العشيه تيجيبوه تيدي الكوتي ديالو، تيدي الماكله ديالو، شي حاجه في العشيه تيجيبوه تيحطوه في الدار، تدخل جداتو كتستقبلو، كتدير له الكوتي ديالو وتلعب وتضحك معاه حتى تجي الام ديالو. بقاو غاديه الامور مزيانه ما خاصو حتى خير، حتى الجو العائلي كيعيشوه بمعنى الكلمه، سعيد كانه جالس مع باه وامه، ماشي مع شي ناس اللي بعادين عليه واللي احنا عاطينو الدار، لا، كانه عايش مع الاب والام ديالو، واحد منهم. لا فرق لا بين فاطمه الزهراء ولا سعيد، بقات الامور غاديه بما يرضي الله، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 2016 تيتصاب الاب نتاع فاطمه الزهراء بواحد الوعكه صحيه خطيره، داو تيجريو به للمستشفى بن رشد، دخلوه شافوا الدكتور قال لهم خصنا يحتفظوا به، راه عنده الطونسيون طالع بزاف، اذا تيخصهم يخليوه تما يحتفظوا به حتى يتريقل له الطونسيون، ويخرجوا له الماكله اللي خصو ياكل، ويبعد من الصداع ومن الملحه، وخصوصا انه كان عنده مرض السكر، مرض السكري كان قابط فيه، اذا ولاو عنده جوج الحوايج، المرض السكري والضغط والطانسيون كيرتفع له، خصو يتقاد هذا الشيء هذا، ومن بعد يخرجوا بعد ما يعطيه واحد الوصفه طبيه ويعطيه واحد الاستعمال تاع الاكل، لان غادي يبقى يتزامن مع هذا المرض هذا، خصو كينات وخصو بالفعل خلاوه تما. وفي العشيه كدوز فاطمه الزهراء هي وراجلها كيشوفوه كي داير كذا، كذلك الجده، العائله كامله كتشوف كي داير الاب الكبير. كتجي 8 مارس 2016 كتلاقى فاطمه الزهراء مع راجلها سعيد، وتيتوجهوا لعند الاب ديالها باش يشوفوه ويطمئنوا عليه. شافوه جلسوا معاه، بداو طمأنوا عليه، الصحه ديالو ولات غاديه وكتحسن بخير وعلى خير، بداو يهضروا في حوايج اخرى تينساو المرض، لان الانسان ملي كتمشي لعندو تشوفو هو مريض ما تبقاش تهضر له غير في المرض ديالو، ولا كتشوفو مريض وكتقول له واش اخبارك فلان، اي ومات مسكين، اخبارك فلانه وماتت مسكينه، كتقول له على النوبه ديالك راها جايه، كتلعب له على النفس ديالو. بالعكس ملي كتشوفو تقول له الحمد لله بخير وعلى خير، ونوض نديرو شي ماتش الكره ولا ماتش كذا، ولا كتحاول ترفع له من النفسيه، كتلعب له على النفسيه ديالو. هذا هو المريض، ديما ما خصكش تحسوا بانه مريض. فعلا كملوا ضحكوا معاه، خرجوا جايين وصلوا للحومه اللي كانت هي ليساسفا، وبالضبط اظن الحي الحسني. لقاو الجده اللي هما فاطمه الزهراء غاديه تهبل وخارجه غير بحوايج الدار كتقلب،
حتى الدره ما دايرهاش على راسها. تلاقاوها ياك لاباس، قالت لهم عمران راه تلف. كيفاش عمران تلف؟ ياك جابتو الطوموبيله نتاع الروض؟ قلت لهم اييه جابتو الطوموبيله نتاع الروض ودخل عندي وعنقتو وبستو. قلت له واش ندير لك الكوتي يا بابا؟ قال لها ديري لي يا ماما الكوتي. عطاتو حليوه، دارت له براد داتاي، كبات له كويس، جا سخون. هادشي غير في المحل عندها لتحت، جا سخون، قبطات كاس اخر وعطاتو بالدار كتبرد الكاس. القاعده ديالتنا كاس في كاس، كاس في كاس حتى تيبرد. منين برد الكاس دارت باش غتعطيلو، لقاتها غير يديها والريح. فين مشى عمران؟ يعلم الله. خرجت كتقلب على عمران في الطريق ما خلاتش. قالت انا غادي نمشي للمقاطعه نشوف واش تمشي معايا. قالت لها سيري انت للمقاطعه، انا غادي نمشي عاوتاني للكوميساريه وراه غيكون غير تالف في الحي تما. خصوصا شي تيعرف شي والاحياء الشعبيه كتعرفوا كتكون واحد التماسك وواحد. مشات لجده المقاطعه قالوا لا ما كاين والو. مشات الام هي وسعيد للبوليس قالوا لهم ما جابوا لنا والو. خرجوا تيقلبوا في الحومه. هذيك الخمسه د العشيه تيدقوا عند فلانه، واش جا عندك عمران؟ فلان واش جا عندك عمران؟ الاولاد واش شفتوا عمران؟ ما كاينش عمران، ان الريح ديالو ولا ريحته كدور في الحي وتقول غاديه والوقت تتزرب. كتعرفوا الهلاي ديالها ملي كيكون عندك شي مشكل كيبقى الوقت يلعب عليك، كيبقى الوقت كيدوز بحال الفرفاره. الوقت غادي يدوز هما تيقلبوا. ما خلاو حتى مشاو عند البوليس عاوتاني مره اخرى قالوا لهم راه ما جاتنا حتى شي حاجه، لو جاتنا شي حاجه غادي نتصلوا بكم، انتم عطيتونا الهاتف، حنا درنا المسائل، كانت شي حاجه بلغونا، كانت شي حاجه غادي نبلغوكم. حتى حنا راه عطيناها لرصيناها، او كما تنقولوا حنا رصينا برقيه عبر الجهاز لقاعات المواصلات اللي عكسات البرقيه على جميع الشرطه العاملين. في ديك الوقت اي واحد شاف شي وتطابق عليه الاوصاف نتاع ولدك مجري او لا كدا يقبطوا ويجيبوا المركز اقرب مركز الشرطه. هادشي اللي كيدار. عاد كيجيو البوليس كيهزوه تيجيبوه لديك ديك الدائره اللي مختصه ترابيا وتيعيطوا للام ولا الاب ويشوفوا واش هذا ولدك هي ولدك، واش هذه ماماك هي ماماك. كدير لها واحد المحضر استلام الطفل ديالها تتاكد بانه ولدها وكيتعطى لها ها هو ولدك، كتشوفوا ما فيه حتى شي حاجه، ما مضروب ما كذا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، خدمتنا درناها. المهم ما كاين والو ولا الحال كيظلام. المراه ولات دايخه، ما عينها هنا ما عينها هنا. نشروها في الفيسبوك، ولاد الحومه دغيا تلقوها في الفيسبوك. هنا كاين شي ناس ما عندهم ضمير، او لا ما عندهم ولاد، او لا ما عندهم كبده كما تنقولوا حنا على الاولاد، ومع دات الرقم التليفون ديالها تيتصلوا بها. واش شي ولدك؟ راه في الطريق الفلانيه. تتمشي مسكينه كتجري فاطمه الزهراء كتلقى يديها والريح ما كاين والو. شي ولدك؟ راه لقيناه واحد المراه كتسعى به في الرابوال الفلاني. كتمشي مسكينه كتجري كذلك ومثال وتقول ما كاينش الريحه ديالو. كيضحكوا عليها، هما راه كيضحكوا على راسهم. الام دايره بحال ديك الدجاجه مسكينه اللي مقطعوا على راسها غير كتفرفر، وهما كيزيدوا يبسلوا بهاد البساله هادي. الحمد لله راه ما بقاش هاد الشيء، وليتي كدير الناس ولات بعقلها. المهم غاديه الامور وكتعوص عندها، غاديه وكتعوص طاح الظلام. اش غادي دير هاد المراه هادي؟ كيفاش غادي دير؟ بقات كطلب ولاد الحومه انهم يخرجوا يقلبوا. كلهم ولاد الحومه تيخرجوا يدوخوا في بلايص المظلمه وشاعلين التليفونات وغاديه معاهم وهي محدا غاديه وهي كتغوت عمران عمران. علاش مسكينه كتغوت؟ كتقول لي لا كنقابطوا شي واحد غادي يغوت امامه وغادي يسمعوا، غادي ولاد الحومه تما راه غادي يديروا يديهم وغادي يجيبوا الولد. ولا من مجيب. وتقول جات ال11 جات 12 جات الوحده ما كاينش ريحه داك الولد هذاك فين مشى. في الاخر ولات الام كتقول مشى الولد، قتلوا لي يا ولدي، قتلوا لي يا ولدي. غاديه وكتبكي معها ولاد الحومه، معها سعيد. الجده مسكينه كتقلب، خوتها تيقلبوا. اش غادي تقلب؟ وكازا هادي ماشي شي مدينه اللي صغيره اللي دغيا تحتويها كازا. الا مشاو هزوك غير الولد او لا مشى زعفرك الولد بقى غادي غير مع الطريق سير
بقات الامور غاديه هي هذيك. المراه واش غادي يجيها النعاس؟ راه الفلذات كبدها هذيك، راه القلب ديالها غادي يخرج من بلاصتو، راه دايرين معها واحد الانترفيو مسكينه راها كتبكي لربي اللي خلقها وكتزاوق في الناس، كتزاوق وخارجه وكتقلب، خارجه وكتقلب، خارجه وكتقلب. اخر شيء خرجت مع واحد 4 دراري ولاد الحومه، غاديه كتقلب حتى لقاو واحد الولد. قالت له واش ما شفتوش الله يرحم والديكم واحد الولد؟ قال لها شي بنات الشريفه بنات، واش ولدك لابس شي لباس خضر الضرب؟ قالت له ياه واحد اللبسه خضر. قال اش غادي نقول لك الشريفه، راه لقاوه مدفون. اش كتقول؟ لقاوه مدفون في قصبة الامين، واحد البلاصه دايره بحال الغابه قريبه لساسفه، قصبة الامين. يا ودي واش كضحك عليا ولا؟ قال لا اقسم لك بالله الشريف انا قلت لك راه لابس واحد اللبسه خضراء. وقفوا واحد الطاكسي، المراه ما قدراتش تركب في الطاكسي صافي زحفات مسكينه الله يكون لنا ولها. ركبوها الولاد في الطاكسي ومشاو معاها، داك مول الطاكسي مسكين ركب 4 معاه لان شاف ديك الحاله. قالت انا غادي ندير الخير والكمال على الله. مشات وقفات ديك قصبة الامين، كتلقى البوليس، كتلقى الاسعاف، كتلقى الولد، لا سيارات الاسعاف. البوليس تما شافت الولد ديالها لقاتو ما كيهضرش، قالت له ولدي مات، ولدي مات، ولدي مشى. طاحت غاب تهزوها حدا ولدها، داوها للمستعجلات. واحد الفيلم اللي دخلت تما بدا تيصرفق فيها، داك التصرفيق نتاع باش لعل وعلا ترجع للوعي ديالها. داك الوليد مسكين قبطوه دخلوه انعاش طبي تحت المراقبه الطبيه فقط المراه. ولدي قال لها شوف الشريف ولدك راه ما ماتش، راه مازال حي يرزق. المعاينه اللي دارت الولد لقاوه اولا عنده كسور في الجمجمه، لقاوه مكوي من الفخذين ديالو، لقاوه مربوط من يديه وعنده كسر في الفك، ولقاوه دافنينو ودايرين عليه واحد الحصيره ودايرين عليه الحجر وحاطين له حجره فوق راسو. وحتى من المعاينه كاتبين بانه عنده اعتداء، يعني هتك عرض قاصر، والدبر ديالو حتى هو مبين انه تعرض للاعتداء اللي قلت لكم. كيفاش تلقى هذا الولد؟ هاد الطفل البريء تلقى ان واحد البنت غاديه هي واحد الوليد 12 نتاع 20 22 غادي نجي ديك القصبه اللي قلت لكم قصبة الامين، تيسمعوا الامين ويدور في البنت. قال لها اش هاد الصداع هذا؟ واش سمعتي شي واحد تينين؟ قالت له سمعت. منين كيجي تبعوا الصوت لقاو حفراو فيها هادشي اللي قلت لكم، والولد تينين بداو تينبشوا، لقاو الولد حيدوا ديك الحجره اللي فوق راسو نص طريق ورا، خرجوا الولد لقاوه فاقد الوعي وغير تينين. هنا بداو تيغوتوا، خرجوا حتى للطريق تيغوتوا. وقفات واحد الطوموبيله عطينا التليفون ما عطينا التليفون، ها ما كاين، عيطوا للاسعاف، عيطوا للبوليس اللي جاو. يعني بقدرة قادر، وسبحان الله العظيم والروح عزيزة عند الله، داك الوليد هذا كان مازال غادي يعيش، وربي ارسل له في طريقه ديك البنت والولد اللي نقذوا الحياه ديالو بفضل الله وبعونه. المسائل كلها اللي عينها الولد فاقد للوعي. من داوه المستشفى بن رشد، اول ما حل عينيه شاف مو رد الدم، واحد الحاله يرثى لها. الليساسفه كلها خرجت كتهضر، وقفات احتجاجيه، جمعيات ما تقش ولدي، منظمات حقوقيه، منظمات دفاع عن حقوق الطفل، كل شيء خرج على هذا الشيء اللي وقع لهذا الولد هذا. قنوات تلفزيونيه مغربيه حتى هي هضرات، ووصل الخبر للملك محمد السادس بالواقعه، اتصل هاتفيا
بالام والاب نتاع الطفل، غادي تقولوا لي كيف اتصل هذاك الشيء هذاك ساهل ماهل، في دقيقه بل اقل من دقيقه تيوصل كل شيء. اتصل بهم وطمنهم وقال لهم كونوا هانيين، انا غادي نتكفل بالعلاج نتاع هذا الوليد حتى يشافيه الله. وبالفعل تكفل بالعلاج ديالو وعطى الاوامر ديالو ان ذاك الطفل هذاك تهز من مستشفى بنورس وتحول لمستشفى خليفه بن زايد، الشيخ خليفه بن زايد، وبدا السهر على التطبيب ديالو لمده شهر. ولا الولد كيتحسن، ولكن كان عنده مازال عنده مشكل نفسي ومشكل عضوي. نفسي انهم خصو يواكبوا له باش يردوا النفسيه ديالو كما كانت، والولد خصو ترويض طبي، وكان عنده فشل كلوي، لان من جراء ديك الاعتداء اللي تعتدوا عليه ومده ما شربش الماء وربما اشطر له، اذن خصو حتى دياليز. شوف الولد كان غزال زويون تيجري وكذا بين عشيه وضحاها اللي هي مده تاع 17 ساعه. تقلبات الحياه نتاع الولد من الغياب ديالو حتى لقاوه 17 ساعه. بالفعل تكلف الملك محمد السادس الله يحفظه بالعلاج ديالو، ولا كيدار له الدياليز ولا غادي مع علاج نفسي حتى استرجع النشاط ديالو ولا كما كان واحسن. هنا الاجهزه الامنيه سمحوا لي غادي تولي قضيه البحث على مرتكب او مرتكبي الجريمه، وخصوصا ان ولات جمعيات حقوقيه كتنادي، والبوليس غادي يدير خدمته بهم ولا بلا بهم. اطار البحث والتحري والبحث تاعو كلشي تيقول راه واحد اللي يمكن له يديرها، هو المدعو قزز ما بقاش تيبان. كان ديما عمر ديك القصبة لامين وتيدور تما حتى في الاستشفى وتيسعى، ولكن قزز ما بقاش كيبان. بدات التحريات حتى تقبض قزز، وهاد قزز المشكله انه كان كيمشي لعند الجده تاعت عمران وكتدور معاه وكتعطيه ياكل. شوف تربيه ولاد الحرام. قزز هذا مميته الله يرحمها، الاب ديالو متزوج وسامح فيه، ممنوع يدخل للدار ولا عرضه للشارع. حتى هو عنده 16 سنه. بداو معاه البحث ما لقاوش معاه مشكل، دغيا قر قال لهم انا هو اللي ديت وانا هو اللي درت له وانا هو اللي كنت باغي نقتلو. من بعد ما اهتكت العرض ديالو واغتصبته كنت باغي نقتلو ونتهنى ونمشي بحالاتي. بالفعل ضربته لراسو، ضربته للفك ديالو، اعتديت عليه، كويتو في الفخاد ديالو وربطت له يديه وحفرت ديك الحفره وحطيته تما ودرت عليه الحجر ودرت عليه واحد الحصيره. لو كان دار عليه التراب كامل وكان قتلوه، ولكن الحجر واخا كدير الحجر سبحان الله العظيم ولا ما كانش الحفره غارقه تيبقاو دوك الشقيقات كيعطيوك التنفس. هي اللي ساعدت الولد. كي درتي لقيتيه؟ قال لهم اودي انا مشيت حتى الاستشفى كانت ساره تما وغادي ندوز باش تدور معايا جداتو مولفه كتدور معايا وكتعطيني ناكل. ديك الساعه لقيت الولد واقف ولقيت جداتو عاطيانا بالظهر جالسه كتسقط اتاي. قبضت الولد درت يدي على فمو وزدت بيه حتى ديتو للمسائل تما ودرت فيها هذا الشيء هذا وهربت. كما قلت لكم الولد مازال قاصر عنده 16 سنه، ولكن ما ننساوش انه تيدخل في سن التمييز. بمعنى سن التمييز انه يعرف الخطا من الصواب. سن التمييز راه الانسان تيولي على شفا انه يدخل
الناس الكبار ماني 18 عام من بعد مجريات نتاع المحاكمه، اعطيوني بشحال تحكم هذا قبل ما نقول لكم. انتم عنده هاتك عرض بالعنف، تعذيب، محاوله القتل طفل دون 18 سنه، يعني قاصر. قولوا لي بشحال تحكم، كتبوا لي غير في الكومونتير بشحال تحكم قبل ما نهضر. غادي نفاجئكم بانه تحكم واحد الحكم نتاع 5 سنين. ناضوا جمعيات حقوقيه، ناضوا الناس في وقفات احتجاجيه، استنفت العائله على الحكم، ما عجبهاش الحكم، ولكن محكمه الاستئناف دارت خدمتها وحكمات وعدلات الحكم. قولوا لي بشحال عدلاته مثلا، كتبتوا بشحال عدلاته؟ خلاته 5 سنين، ما بغاتش تدخل لهم للراس. كيفاش 5 سنين عنده محاولة القتل، عنده هتك عرض، طفل قاصر بالعنف، عنده التعذيب وبزاف. هنا الفصل 486 من القانون الجنائي تيعطي 10 إلى 20 سنة حبس نافذة، وقد يصل إلى 30 سنة في حالة ما إذا كان الطفل قاصر وتعرض لعاهة مستديمة. وهنا راه الدكتور إلا عطانا غير شهادة طبية بأن النفسية ديالو تيخصها سنين باش يمكن لها تصلح، لأنه راه ولد تيقرا مع وليدات صغار، وغادي يسمعوا هذوك الولاد الصغار، وملي غادي يمشي مسكين للروض يقرا غادي يبقاو الوليدات يعطيوه الهضره، لان الاولاد صغار ملائكه ما كيعرفوا والو، واش انت اللي قبطوك، واش انت اللي داروا لك، واش انت اللي فعلوه، وغادي تبقى غاديه وكتكبر هذه العقده النفسيه تصل الى 30 سنه. وما ننساوش هاد القيس الزاده انه تقبض سنه 2012 على هتك عرض قاصر. 2012 يعني عنده حاله العود. ولكن حنا ما غيمكنناش نجرحوا في القضاء ونقولوا علاش ما علاش. شوف القضاء اش من زاويه تيشوف، وخصوصا استنفات القضيه وتحكم بنفس الحكم الابتدائي. غتقولوا لي فيها ان، لا ما فيها لا ان، لا يديك لا يخليك ابدا. ان شنو غتقولوا لي؟ قضيه رشوه ما رشوه، هذا اش من رشوه؟ السيد باه سامح فيه متشرد في الزنقه، هو براسو غادي يكونوا مارسوا عليه. راه قبل ما يتحاكم هو خصنا نحاكموا الاب ديالو، هو اللي خصو يتحكم. ما قدرتيش على الولد ما تولدوش وتخرجوا يتعرض ويتكبت ودار له مشاكل اللي غيمكن له يمارسها على وحدين اخرين ملي غيكبر. دابا كنشوفوا هنا من 5 سنين تحكم بها، عنده 16 سنه، غادي يخرج على 21 سنه، غادي يخرج اقوى مما كان. انا كنستغرب بسعيد بين الضحيه من بعد 5 سنين غادي يشوف داك الولد تيدور، غادي يشوفو تيدور. واش ما غتحركوش العاطفه؟ الولد عنده 4 سنين، من بعد 5 سنين غتولي عنده 9 سنين، غادي يبقى يشوف داك الولد وغتبقى تكبر فيه ديك عقده الانتقام. ملي غادي يوصل الولد 20 سنه لا شحال غادي يكون عنده؟ غادي يكون عنده 32 سنه بالضبط، وغادي يكون الولد عمران اقوى واشد. اذا كانت عنده ديك العقده تاع الانتقام غادي ينتقم منه. هذا هو مصير الناس اللي تيخليو ولادهم عرضه مثل هذه المسائل. هذه ملي حكمت عليه ب5 سنين حكم ما تيشفيش الغالي، بمعنى
ان الانسان، الاب او الام او الجده او الجد، يحترس على اولاده. ولا توقع له كما وقع لهذا ويتحكم ب5 سنين، يخاف على اولاده. وشحال من خطره تنقولها في الفيديو ديالي، تنقول لكم خافوا على اولادكم، راه هناك ذئاب بشريه كتنتظر غير الفرصه باش تنقلك من على هاد الابرياء هادو ودير فيهم هاد الفضيحه. صوروا لو كان ما كانش الملك اللي تكفل بالعلاج ديالو، يعلم الله كي غادي يكون هذا الولد، واش غادي يبقى حي او لا. غتقول لي علاش ما تدخلش في الحكم؟ لا، القضاء ما كيدخلش فيه الملك. الملك تيخلي القضاء ياخذ المسار ديالو، ومن يحكموا عليه ب5 سنين اذا كاينه شي حاجه اللي كتنص انه يحكموا عليه ب5 سنين. تنهيوا هذه القضيه. على امل اللقاء بكم في قضيه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.